ثلاثة الحوايج كيخلو الانسان بلوكي في حياته وما عمرو يزيد لقدام. اول حاجه كيركزوا على الحوايج اللي ما عندهمش فيها تحكم، وتاني حاجه كيركزوا على الحوايج اللي ما عندهمش، وثالث حاجه كيركزوا على الماضي والمستقبل، وهادو هما اللي كيسببوا الاكتئاب. هاد الحوايج كيخلو الانسان بلوكي في حياته، والا تبلوكا تيكتئب. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مبروك رمضان. كمل الفيديو حتى الاخر، راه فيه معلومات غادي تنفعك في حياتك. شنو اللي خاصك دير باش ما يوقع عليكش هاد البلوك في حياتك؟ اول حاجه كنركز على راسي والحوايج اللي عندي فيها تحكم، وتاني حاجه نركز على الحوايج اللي عطاني الله ونشكره عليها، وندير داكشي اللي قديت نديرو، داكشي اللي عطاني سيدي ربي. وثالث حاجه تركز على الحاضر، لو مومون بريزون، لحظه الان. ديما سول راسك شنو اللي نقدر ندير دابا. الحاجه الوحيده اللي عطانا الله اللي في الملك ديالنا هي العمر، اللي هي الوقت. ما تخليش عمرك يضيع. دابا شنو نقدر ندير؟ واش نبقى نفكر في الماضي والمستقبل؟ ولكن دابا شنو اللي نقدر ندير في هاد اللحظه ديال دابا؟ واحد القصه ديال واحد الحكيم غادي في الغابه وشاد لواحد الدري صغير في يديه. فاش كانوا غاديين في هذيك الغابه وهي تجي واحد الضبابه ما بقى كيبان والو. الدري الصغير دار عند الحكيم قال ليه تخلعت، ما بقى كيبان ليا والو. قال ليه الحكيم الا عندك فين دير الخطوه الاولى. قال لي الدري الصغير قال له وديرها وما تسوقش، انت دير غير الخطوه ديالك الاولى وخلي الله يدبرها، وما تسوق لتا حاجه. ماني تركز في الحاضر ودير الخطوه الاولى. ديما نفكر في راسي انا ونشوف شنو عطاني الله ونخدم به، وندير الخطوه الاولى والكمال على الله، وغادي تلقى راسك خرجتي من الاكتئاب. وهاد الطريقه خاصك ديرها في المشروع ديالك، ولا عندك شي حاجه ولا شي مرض باغي تخرج منه. المهم في اي حاجه في هاد الحياه، السوشيال ميديا كتخليك وكتبرمجك تركز على الخارج وكتنسى انت الداخل. كتخليك تركز على داكشي اللي ما عندكش وكتنسى شنو عندك. كي بحال الشيطان الا بغى يدخل الانسان شنو كيدير؟ كينسيه شنو عنده وكيوريه داكشي اللي ما عندوش. مثلا تدخل عندي في الاستشارات في عمره 17 18 19 20 22 23 مكتئبين. علاش مكتئبين؟ مازال بنادم ما عندوش 40 عام، مازال بنادم اللي عنده 40 عام الفوق حتى الاكتئاب جات عليه. كيكون تخان ولا تغزار ولا خيبة امال ولا شي زواج دوز فيه شي 20 عام، بقى داك الفراغ وكيشوف عمرو ضاع على ناس ما كيستاهلوش. هذا يكون عنده واحد السبب، عاش واحد المدة طويلة تقدر تناقش معاه وتحل معاه المشكل. دابا بنادم عنده 20 عام وكيكتئب ومازال ما دوز والو في الحياة. انا فاهم شنو عندكم، ولكن المجتمع ما غاديش يفهمكم. انا نقول لك، انت تخلقتي ماشي غير باش تكون نسخة، تخلقتي باش تكون واعي، باش تسول، باش تعيش بواحد المعنى، باش تحس، ماشي غير دوز في هاد الحياة. واحد المثل تيقول دير شي حاجة في الحياة تسمى عشتي، الماكلة والنعاس تسمى غير دزتي. ماشي كلشي غادي يفهمك وماشي كلشي خاصو يفهمك. الدور ديالك ماشي ترضي الجميع، ولكن ترضي الحقيقة اللي كاينة وسط منك، اللي كاينة في الداخل ديالك. داكشي باش خاصك تنوض ودير الخطوة ديالك الاولى، ومع الوقت كيبدا يبان لك النجاح. وهنا فين كيبداو الناس يدويو عليك، فين ما كان شي واحد هز مع شي كتلة ديال الحقد ولا الحسد كيبغي يخويها عليك. وهاد الناس الا تلفتي عندهم مشيتي فيها، داكشي باش جمع التركيز ديالك ونوض وكمل الطريق ديالك. فهاد الوقت الذكر فقد الذكورة ديالو بسبب البرمجة، ماشي حيت ضعيف، حيت جرح في الصغر ديالو وتنمروا عليه وخاف، وحيت ما لقاش شي واحد اللي يعلمو، وإلا فشل يعاود ينوض من جديد. من هنا كيبدا الهروب ديالو من المواجهة باش يلقى السلام. هادشي ماشي عيب، ولكن اللي عيب هو تبقى في نفس الدائرة اللي كتعاود وعرفتي هادشي كامل وباقي هارب. الذكر خاصو يكون عنده هدف، الا ما كانش عنده واحد الاتجاه خدام عليه كتكون ديك الطاقة ديالو مقتولة. حيت الذكورة طاقة، وهاد الطاقة باش تولي عندك كتجي من بعد الفير. خصك دير شي حاجة وتولي يكون عندك واحد النظرة اللي فيها واحد الهدف ولا واحد الاتجاه غادي عليه وعارف اش كدير. خاص شي حاجة تنوض ديرها وتركز عليها وتركز على راسك باش ترجع لك ديك الطاقة تاع الذكورة. الذكر ما بقاتش عنده طاقة الذكورة بسبب بزاف د الحوايج، ومن الإباحية هذه كتقتل الذكورة. داكشي كيسرق لك طاقتك، وتما كاين عندك ماء الحياة والطاقة الحيوية ديالك. وبنادم تقتل راسو بديك العادة السرية ديك، راه الدمار الشامل للذكورة. كتولي ما قادرش تواجه، كتولي الهضرة كتوحل ليك، كتولي ما قادرش تاخد قرار، خصك تتشاور مع عائلتك. بهاد الطاقة الجنسية كتسرق لك حياتك وانت مايقش،
حيت باقي مسجون في العقل بسبب الشهوات ديالك. داكشي باش داك الغشاء مديور ليك ما كيبان ليك والو. انت يلاه كتفكر خصك تلبي رغباتك وشهواتك. خاصك تدرك المجتمع مديور باش يهرسك، باش يقسمك من الداخل، باش ما تفهمش راسك وتبقى ديما عبد عنده. طاقة الذكورة كترجع ليك ماشي بالقوة، ولكن ملي تكون عندك هدف. خاصك تنوض وتقرر وتبدا وتحمل المسؤولية ديال القرارات ديالك. عادي الا فشلتي، الراجل كيولي راجل منين كيتحمل المسؤولية، وغادي ترجع لك الهيبة والثقة في النفس. الشركة باش تقدر تشدك التوازن ديالها خاصها على الأقل تخدم واحد العامين باش تشدك لاكادونس. ومنين كتشدك لاكادونس ما خاصهاش تحبس، ما خاصهاش تلفت لا على اليمين لا على اليسار، حيت في هاد المرحلة غادي يبغيو يهرسوك، حيت تا واحد ما غادي يدعمك. أقرب الناس ليك ما غاديش يدعموك، عائلتك ليهم وعائلتك ما غاديش يدعموك، صحابك تا ما غاديش يدعموك، حيت انت انعكاس ليهم، وداك الانعكاس باش يتقبلوه ما يقدروش. خاصك تفهم اللعبة، ما عندكش حل اخر. اجيو دابا نشوفوها من الجانب الروحاني. الا كانت عندك واحد النية سطحية، مثلا عندك واحد النية ديال توصل لواحد الهدف باش تنتقم من شي واحد، هادي سبحان الله ما كيسرش فيها الله، حيت انت نيتك ما صافياش. ولكن منين كتحط واحد النية ديال انك تخدم على راسك وتزيد لقدام وتعاون الناس، الله هنا سبحان الله تيسر فيها، حيت نيتك كتغلب. واصلا الناس واحد الرسالة كتجي كتعطاك، ماشي تاخدها بديك الطريقة انتقام. ما عندك ما تنتقم هادشي لا علق. الناس يعني كتولي انت كتفكر بهاد الطريقة ما عارفاش كيفاش مطبوخ. فاش كتولي مشاد مع بنادم حفر ليا نحفر ليك، بحال شي خنزير كيجرك تضرب معاه في المستنقع ديالو، غادي يوسخك، غادي توسخ بحالو وتولي بحالو. داكشي علاش ما توليش موسخ بحالو. خاصك تفهم اللعبة وتكمل طريقك، والعبرة راه بالخواتيم. بحال شي واحد الا كدب عليك شي كدبه دغيا كتنتشر، كيولي كلشي عارفها، تولي صوتك تيتوسخات وبنادم تيطيح ديك الكدبه، وكتولي انت خايف في عينيهم. كاع هادشي هاني وماشي مشكل، حيت مازال ما وصلناش للخاتمه. حيت الناس اللي حاقدين كيخرجوا يكذبوا وكيخرجوا عليك اشاعات هذاك السيد ما مزيانش خايب. هادشي دغيا كينتشر وكيوصل للناس، ولكن الحقيقه تبغي الوقت. الحقيقه تاخذ واحد الوقت باش توصل للناس. اللي عليك انت هو عطيها الوقت، وغادي توصل وغادي يعرفوا الحقيقه، واخا انت ما محتاجش كاع يعرفوا ولا ما يعرفوش. وغادي تدوز واحد المده وغادي يجوا عندك وغايقول لك اسمح لينا. معنيتها خاصك تامن براسك باش ترتاح في هذه الحياه، حيت ما يمكنش انت ما مامنش براسك وبغيتي الناس تامن بك. ما خاصكش تغير باش تعجب الناس، ولكن الناس الحقيقيين غادي تعجبهم كيما انت. خدم على الوعي ديالك ووسعو، وتقبل انك ماشي ديال الجميع، وكاينين الناس غادي يسدوا عليك الباب، وكاينين بيبان مفتوحه. ولكن الشرط ديال هاد البيبان هو انك تكون انت حقيقي، حيت العالم محتاج الناس المختلفين اللي ما كيستسلموش، اللي كيقلبوا على المعنى، ماشي غير اللي باغي ياكل وينعس ويشرب ويعيش صافي. ودابا نعطو شويه نصائح للبنات ويزيدوا يفهموا راسهم ويستافدوا من الفيديو كتر. اول حاجه خاصك تنوي تفهمي راسك باش ترجعي للانوثه ديالك الحقيقيه. انت ماشي غير بالجسد ديالك، الانوثه اكبر من الجسد ديالك. انت مصدر ديال الحياه، انت فيك اكبر طاقه ديال الخلق. ما تخليش اي حاجه تسرق الانوثه ديالك. كوني هادئه باش تقدري تفهمي راسك. اول حاجه خاصك تاخدي قرار انك تتصلي بكل ما هو عنده علاقه بالانوثه المتوازنه. ولكن اول حاجه خاصك تخرجي من عقلك، حيت العقل كيرفض الجسد. كما قلت قبيله في الفيديو على حساب الدراري، كيبغيك ديري شي حوايج باش تحسي براسك مقبوله. انت مواعيش بلي انت واحد الضحيه ديال واحد المؤامره، والمجتمع دار باش يستغلك. انت اختي ديما خاصك تراقبي الانفعالات ديالك والمشاعر ديالك والافكار ديالك، وبلا ما تحكمي عليها وبلا تصنيف. غير شاهدي واش عندك شعور ديال الغضب، ولا شعور ديال الشوق، ولا الشعور ديال الفراغ، ولا الشعور ديال الحزن، ولا الشعور ديال الفرح. خاصك تقبلي الجسد ديالك باش تقدري تحكمي به وتحكمي بالعقل. وخا هاد الكلمه كتحمل الرفض والمقاومه، ولكن غير باش نوصل لك المعنى، حيت المعنى بالدارجه كيجي صعيب يوصل. وخاصك تقراي كتب اللي كينفعوك وكيوسعوا الوعي ديالك، وتتبعي محتويات اللي كتستافدي منهم باش تنمي داك الجانب ديالك الفكري، وغادي ترتقي في المستوى ديال الوعي ديالك. وهنا غادي توصلي تحرري الانوثه ديالك اللي تسجنت في الجسد ديالك والعقل، وغادي تبان لك الحياه بطريقه مختلفه وحسن بألف درجه على كي كنتي كتشوفيها قبل. واهم حاجه دينك، والتزمي بصلواتك واستري مفاتينك، حيت انت كأنثى اي ذكر كيشوف في الجسد ديالك غير بالزنقه
إلا ما مستوراش اللبس مستورة مذكور بلا كيفاش كاين اللباس مستور بلا ما نبقاو نعطو واحد مبررات لواحد الأشياء. المهم ملي كتكوني في زنقة أي واحد كيشوفك لابسة شي لبس ماشي تاع كيسرق منك طاقتك وكيعطيك طاقتو السلبية حيت الجسد ديالك كيمتص. داكشي باش كتلقى الراجل ملي كيجي كيشكي لمرتو ولا كيشوف فيها ولا بزاف د الحوايج كتحس كيولي بخير. داكشي باش كتجيك حتى الدورة الشهرية قاصحة وخربقة بسبب دوك الطاقات السلبية اللي جمعتي. معناتها وعي بالجسد ديالك وما ترفضيش وحمدي الله على كل جزء من الجسد ديالك حيت الله عطاك واحد القيمة انت ما حاساش بها. وما تضيقيش النظرة ديالك على الجسد ديالك وتشوفي راسك غير مجرد جسد حيت انت اكبر من الجسد وانت كافية كيما انتيا. وحنا في هذه الرحلة ديال الوعي في هذه الحياة كنرجعوا بشوية بشوية لنقطة البداية. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.